كان اكو رجل اسمه شمشون الجبار، رجل قوي كلش، قوة جسمانية خارقة وما حد يقدر يوقف بوجهه، وسر قوته كان بشعره الطويل. شمشون من بني اسرائيل، عاش قبل زمن الملوك، ومن اشهر مواقفه انه قتل اسد بيده بدون سلاح، وهزم 100 رجل بفك حمار مكسور، وشال بوابة المدينة على ظهره ومشى بيها. بس مثل كل رجل قوي اجت مرية طيحت حظه اسمها دليلة. شمشون حبها حب مو طبيعي، واعدائه من عرفوا بهذا الشيء راحوا لها وعرضوا عليها فلوس حتى تطلع لهم سر قوة شمشون، وطبعا دليلة وافقت وبدت تسأل شمشون كل يوم، وهو كان يحاول يبتعد ويغير الموضوع، لكن بالنهاية انهزم قدام الحاحة وقال لها على السر الكبير قوة شمشون بشعره. دليلة راحت وبلغت عليه، وانتظروا الى ان نام شمشون، وراحت دليلة بنفسها وقصت شعره، وبلحظة اختفت قوته وصار رجل عادي. اعدائه هجموا عليه غلبوه وعموا عيونه واخذوه عبد يشتغل عندهم، وبعد فترة قرروا يعدموه قدام الناس. جابوه للمعبد وربطوه بين دنكتين كبار، وهنا رفع راسه ودعا ربه انه يعيد له قوته حتى يضربهم ضربته الاخيرة، وفعلا رجعت قوته. حرر روحه وكمش الدنكتين بقوه، واعدائه يتوسلون بيه انه يتركهم. ابتسم وقال علي وعلى اعدائي، ودفع الدنكتين ووقع المعبد كله عليهم، وماتوا كلهم وحتى هو هم ماتوا وياهم. ومنها اجت المقولة الشهيرة علي وعلى اعدائي. واذا عجبتك القصة خلي لايك ومتابعة حتى اشوفك بالفيديو الجاي.